شات جي بي تي قصاد المدرب الاونلاين او المدرب على ارض الواقع. لفت انتباهي وانا بتمرن في الجيم في اخر يوم في ناس لسه داخله الجيم وبتعتمد بشكل كامل على شات جي بي تي، من التغذيه ومن التمرين ومن الروتين وتقسيم التمرين والحجم وكل الكلام ده. هل فعلا ينفع تعتمد على شات جي بي تي ان هو يكون المدرب الخاص بتاعك علشان هو مش بتدفع له فلوس وفي نفس الوقت يقدر يديك المعلومات الكافيه والمناسبه انك تعمل شكل كويس؟ هو افضل ولا انك تتمرن مع كوتش اونلاين افضل؟ طبعا عشان انا كوتش اونلاين وكوتش على الجيم فهتلاقيني منحاز شويه. لا، الفيديو ده مفيش فيه انحياز. خلينا نشوف موضوع شات جي بي تي الاول ونشوف المميزات اللي بيقدمها لك. شات جي بي تي هو قائم على البيانات، على حسب البيانات اللي انت بتديها له بيطلع لك الحاجه المناسبه ليك. بس مناسبه 100%؟ لا، مش مناسبة 100%. يعني لو نسيت تفصيلة صغيرة وانت بتحطها في الشات فهيديك حاجة مش مناسبة ليك. على الجانب الآخر الكوتش بيبدأ لو في حاجة مش مضافة او لو في حاجة انت ناسيها هو بيخش يسألك فيها ويقول لك طب ايه الجزئية ديت انت نسيتها، هتعمل ايه في الجزئية ديت، عشان يعمل لك كاستمايزيشن او يخصص لك الحاجة على حسب المستواك او الليفل بتاعك. ممكن يديك المعلومة بشكل 80% او 75% لو انت شخص شاطر وفاهم وعندك اكسبيرينس شويه في موضوع التمرين. اما لو انت شخص مبتدئ في حاجات كتير قوي هتفوتك، زي مثلا ازاي تقسم الدوره التدريبيه بتاعتك، ازاي تقسم الاسابيع، يعني ايه فوليوم، يعني ايه انتنسيتي، يعني ايه ريبس، يعني ايه ار بي اي، يعني ايه 1 ار ام. كل الكلام ده يبقى جديد عليك وهتسقط حاجات مهمه جدا. بالنسبه للتغذيه شات جي بي تي هيحسب لك التغذيه مش صحيحه 100%، يعني النسب اللي بيحطها بتكون نسب تقريبيه زيها زي اي ويب سايت. ولكن هل شات جي بي تي هينوع لك فكره الاكل بما يتناسب مع احتياجك للسعرات؟ هل شات جي بي تي لما انت تلخبط في دايت معين هيقول لك معلش لازم ترجع من الاول وتنسى هفواتك وسامح نفسك؟ هل هو هيديك الدعم النفسي اللي بيديهولك الكوتش؟ شات جي بي تي هيشوف التمرين بتاعك وانت بتتمرن فيديو او وانت بتتمرن على ارض الواقع، فهيلاقي ان كوعك مفروض درجة 90 وده مش صح. هيلاقي مثلا ان ظهرك مش معمول له الجود بوستر او الوضع الصحيح وانت بتتمرن ظهر. هل هيبص على ركبتك ويشوف هل في ني فالجس ولا هيشوف نقد ني ولا الكلام ده؟ ما اعتقدش. ان هو هيشوف الاداء بتاعك والاحترافية في التمرين ويعدل على الاداء بتاعك. ودي نقطة بيقدمها الكوتش، ان هو بيشوف طريقة التمرين بتاعتك ويعدل لك البرفورمانس او الاداء بتاعك اللي هيجنبك الاصابة بعد كده. هل شات جي بي تي هيشرح لك التمرين بتاعك بالاداء الصحيح وعلم الحركة والتشريح وهيديك ازاي تتمرن، وبعد ما تخلص تمرينك بعت له لينك التمرين ويبدأ يقيم ويشوف البروجريسيف اوفرلود وهيبدأ يقيم تمرينك والاداء الصحيح؟ التعديل اللحظي والتحضير للواقعية برضو من عيوب شات جي بي تي. يعني ايه التعديل اللحظي؟ يعني لو انت بتتمرن مع كوتش على ارض الواقع وهو شايفك دلوقتي بتعمل حركة غلط فبيعدلها لك وقتي، لكن برضه لو انت مش بتتمرن معاه على ارض الواقع واونلاين وبعد ما خلصت تمرينك بعته له واداك الاخطاء اللي انت عملتها فمش هتنفذها بعد كده وهترجع تعمل الفيديو تبعته له فيقول لك كده تمام. كل الكلام ده مش هيعمله شات جي بي تي. هو مجرد بيديك معلومة عامة بجمعها من كل الويب سايتس وكل الاسئلة اللي على موجودة اونلاين وكل الداتا والبيانات اللي كانت موجودة وبيحطها لك في فريم. لو انت سقطت معلومة مش هيديها لك. الجانب الاخر فلو جينا نبص لمميزات الكوتش سواء اونلاين او على ارض الواقع هنلاقي في عامل بشري، ودي حاجة مش هيقدمها لك شات جي بي تي في اي حاجة تانية. يعني اول حاجة التعاطف. لو عندك مشكلة هتلاقي الكوتش بيحفزك واقف جنبك بيسأل عليك، طب حصل لك مشكلة او تعبت او حتى جالك دور برد هتلاقيه بيكلمك بيقول لك الف سلامة، طب يلا قوم ويلا نرجع. والدعم والمساندة. لو انت مثلا عندك مشكلة نفسية وما رحتش الجيم بقالك 4 5 ايام ومش عارف تتمرن فبيرن عليك مكالمة وبيقول لك يلا نبدأ وكلنا بنقع، وبيديك حاجة في علم النفس كلنا درسناها في كل الشهادات، في جانب كده وسيكشن لعلم النفس ازاي تحفز الشخص اللي محتاج تحفيز. فالدعم النفسي والمسانده البشريه مش هتلاقيها موجوده في شات جي بي تي. المرونه في التعامل. لو في حاجه انت مش عارف تتمرنها او بديل تمرين معين حتى الجيم بتاعك ما فيهوش الاجهزه اللي شات جي بي تي حاططها لك، هتلاقي الكوتش بيديك الاجهزه او بيديك الحاجات او البدائل بتاعه التمرين بما يتناسب مع الواقعيه وارض الواقع بتاعك. ما كلنا مش بنتمرن في جولدز او احلى جيم في العالم، في ناس كتير بتتمرن في جيمات متوسطه ومتواضعه وفي نفس الوقت بيعملوا نتائج. اخر حاجه تطور العلاقات وفهم اسلوب الحياه.
بمعنى لما انا بشتغل مع عميل 3 شهور وبيننا كلام كتير وكلام رايح وكلام جاي، بيحصل كونكت كده وبيحصل اتصال بين العميل والكوتش، بيحصل زي صداقه، بتحس ان العميل بقى خايف ان الكوتش يزعل لو مش التمرين، هو خايف ان الكوتش يزعل لو هو بوظ الدايت، في تطور العلاقه. اللي هو كمان برضو تلاقي الكوتش بيدعم الشخص ده ان هو ينزل يتمرن، وبيساله ان هو ينزل يتمرن، ها تمرينك، ها دايت، ها وريني، ها. فشات جي بي تي مش هيقدم لك فهم اسلوب الحياه. لما عميل بيشترك معايا مش هكدب عليك، انا بديله استماره بعرف فيها كل التفاصيل اللي موجوده عن حياته، ولكن برضو بيبقى في حاجات كده بين السطور مش بتطلع غير بعد 15 يوم من المتابعه، فبتلاقي الدايت اللي بعد 15 يوم احسن من الدايت اللي اول 15 يوم. تمرين كذلك هتلاقي بعد شهر الدايت والتمرين بقوا احسن من الشهر الاول. ليه؟ لان انا فهمت اسلوب حياته، فهمت يومه ماشي ازاي، فهمت فكره، وفهمت البادي ستراكشر بتاعه، وفهمت جسمه بيستجيب لانواع اكل ايه معينه، هل هو كارب سايكل ولا لو كارب، ولا هو جسمه بيزيد في حاجه معينه، طب اللاكتوز شغال معاه، الجلوتين بيتعبه، قولون الخضار معين. كل الكلام ده مش هيفهمه شات جي بي تي، انت كمان مش هتفهمه انك توصله لشات جي بي تي. خلاصة الكلام ان شات جي بي تي ممكن يديك معلومة، لكن ما ينفعش انك تتمرن معاه بشكل كامل وتعزل العامل البشري، لان الكوتش على ارض الواقع او الاونلاين كوتشنج، شات جي بي تي مش هيعوض العامل البشري. وعايز اعرف رايك في الكومنتس، فاكتب لي كومنتس وصلي على النبي، وما تنساش تعمل لي فولو.